يا مواليد برج السرطان، يلا نعرف ايه اللي مستنيك في آخر أسبوع من شهر يوليو. للأسف الأسبوع بيبدأ معاك بشوية قلق أو حنين للماضي، ممكن تكون بتفكر في حاجة قديمة أو مشاعر راجعالك من زمان، ويمكن أحلامك بتسحبك وراك شوية. لكن الوضع بيتغير تماما لما يحصل قمر جديد في برجك يوم الخميس 24، وده معناه بداية قوية وانطلاقة حيوية جدا ليك. الجميل كمان إن كوكب المريخ موجود في موقع مناسب ليك، وده بيديك طاقة ممتازة ويوفر لك أجواء تدفعك للقرارات الصح وتخليك بعيد عن أي حيرة أو ارتباك. بعد كده يا سرطان، الوضع المالي بياخد تركيزك، وممكن تحقق إنجاز مهم أو تمضي على عقد يوم الجمعة 25، أو حتى تفكر إنك تغير شغلك أو تغير طريقك بالكامل. أقوى فترة ليك هتكون ما بين الحد 27 والتلات 29، فلو عندك خطة أو فكرة أو خطوة عايز تبدأها، دي أنسب أيام تنفذ فيها. بس خلي بالك برضو من التسرع في اتخاذ أي قرار، حتى لو الدنيا ماشية كويس، الأفلاك كلها في صفك وبتديك دعم كبير، بس مطلوب منك الهدوء والحكمة، خاصة في الأيام الأخيرة من الشهر. الأربع 30 والخميس 31 فيهم طاقة معاكسة شوية، فخليك رايق وابعد عن أي قرارات مصيرية أو ردود فعل متسرعة. يا سرطان، ابدأ الأسبوع بهدوء، بمجرد ما القمر يدخل برجك انطلق بكل طاقتك. النجاح معاك والدنيا بتساعدك، بس انت خليك واعي وما تتسرعش، وما تنساش الهدوء هو مفتاح الأسبوع ده.